تسألونني اليوم عن العلاقات بين الجزائر والمغرب. إنها علاقات حساسة، وذلك لأسباب يعرفها الجميع في المغرب. لقد طلبتم مني بالضبط أن أحدثكم حول الأسباب الرئيسية لهذا الصراع، وبالنسبة لي فهو صراع قديم جدا وليس بالجديد. ويجب أن نفهم أيضا أنهما بلدان مختلفان جدا، فالمغرب بلد عريق تعود أصوله إلى حدود سنة 700 ميلادية تزامنا مع حقبة الأدارسة، وهذا يعني أن عمره يتجاوز إلى الآن 1400 سنة. أما الجزائر فهو بلد حديث العهد، وتاريخ الاستعمار هناك يؤكد ذلك، إذ استعمرت فرنسا تلك الرقعة الجغرافية وقامت بتشكيلها، ومن ثم ولدت البلاد تبعا لهذا التشكيل. وهذه ليست بإهانة، بل هي حقيقة تاريخية دامغة. المغرب كبلد قديم كان على الدوام مقاوما صلدا لجميع محاولات الاستعمار التي واجهها، وليس هذا هو الحال لدى الجزائر. وبالتالي هذه الأسباب تفسر جزءا من هذا الصراع أيضا. بالعودة إلى سنة 1975 طرحت مسألة استقلال الصحراء المغربية التي كانت محتلة من قبل الإسبان، ولم يكن بطبيعة الحال على المغرب أن يبذل الكثير من الجهد ليبرهن على أن الصحراء مغربية، فذلك كان واضحا من خلال كل الإشارات، وقد تطرقت إليها في كتابي حول الصحراء المغربية. عندما قرر الملك الحسن الثاني انطلاق المسيرة الخضراء بهدف التأكيد على هذه السيادة، تفاعلت الجزائر بسرعة مع الحدث، ويمكننا القول تعليقا على ذلك إن الجزائر أرادت فقط أن تجد وسيلة انتقام لهزيمتها التي لا تنسى في حرب الرمال سنة 1963. كيف يمكن تفسير أن بلدا حصل على استقلاله جزئيا بمساعدة واضحة من المغرب بين سنتي 1956 و 1962، كيف له أن ينسى بسرعة البرق يد العون التي مدت له من طرف المغاربة؟ هذا هو السؤال المطروح بشكل أساسي. أضيف وأقول إن الاعتراف هو ليس جزءا من منظومة السياسة الدولية، وبالتالي لا يجب أن نتفاجأ، ومع ذلك يبقى النظام الجزائري سببا للصراع. خلال زيارتي للجزائر لاحظت هناك أن الجزائريين يختلفون حول هذه القضية حين يثيرون النقاش حولها في المظاهرات أو المحادثات العفوية، وبالتالي فإن النظام الجزائري القائم منذ 60 سنة إلى الآن هو من يعمل على تغذية هذا الصراع. تجدر الإشارة إلى أنه منذ سنة 1962 انخرطت الجزائر في المنظومة الشيوعية، وهذا ما يحيلنا على القول بأن الصراع بين الطرفين جيوسياسي بالأساس، فالتوجهات هنا مختلفة، حيث أن المغرب يبقى من دعاة الحرية. de la liberté et de l'Occident. ولا أريد أن أفوت الحديث عن العلامة الاستثنائية المتعلقة بالملك محمد الخامس سنة 1939 عندما برهن على تمسكه بالحرية بعد دعوته المغاربة لدعم القوات الفرنسية والإنجليزية ضد النازية الألمانية.
C'est magnifique appel devrait rester وهو تصرف رائع سيبقى راسخا في الذاكرة. dans le camp des libertés. Alors, l'Algérie على العكس من ذلك انخرطت الجزائر ضمن المنظومة الشيوعية، وبالتالي كان لها توجه مختلف تماما عن ما أسمه بالحرية. de ce que j'appelle la liberté. Voilà. Alors les conflits ils sont là. إذن هذا الصراع مرتبط بالأقدمية وبالتاريخ. Peut-on dire que ويمكنني التسليم بأن للتاريخ وزن مهم جدا في حل النزاعات. je le crois